الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة بقى في الحلقة بتاعتنا هنتكلم فيها عن الكسل بشكل عام، ولكن بيتقال عليك أنت بالذات إن أنت كسول، وده بيتقال عليك كتير ولكن ده مش صح. يمكن أكتر كلمة جيلنا سمعها هي إن أنت كسول، لما ما نذاكرش ولما برضو بنتأخر ولما ما ننجزش أي حاجة ولما نقعد بالساعات ما بنعملش حاجة ومش قادرين نبدأ أي حاجة، على طول العيب ده بيبقى فينا. بس عمرك سألت نفسك إيه لو المشكلة مش كسل أصلا؟ وأنا بصراحة إن الفكرة دي كانت بتخوفني جدا، انك تبقى طول الوقت حاسس ان فيك حاجه غلط وكل اللي حواليك بياكدوا دوت، زي شد حيلك وقوم اشتغل والناس بتعمل ايه وانت لا، فتبدا ساعتها تصدق نفسك بجد ان انت كسول. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا نخش في الفيديو. خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا بسؤال مهم جدا: هو الشخص الكسول فعلا بيفكر كتير؟ تعالوا نجاوب على الإجابة دي، لأن أغلب الناس اللي بتوصف نفسها بالكسل دماغها ما بتسكتش، دايما بتفضل تفكر، وضغط ومقارنات وخوف وقلق وجلد ذات طول الوقت. يعني أنت مش نايم مرتاح، أنت مرهق طول يومك وفي فرق كبير بينهم. عارف أصعب حاجة إيه؟ إنك تبقى تعبان نفسيا بس محدش شايف ده خالص، فيبان إنك مهمل وبارد ومكسل، مع إن اللي جواك حرب كاملة، مش كسل وخلاص. كل يوم تصحى وعندك مليون حاجة لازم تعملها، لكن جسمك كأنه مطفي. حتى الحاجات اللي كنت بتحبها بقت تقيلة، زي ان انت تفتح موبايلك بالساعات، مش عشان انت مبسوط لكن علشان هروب من كل شيء وتأجيل من اي حاجة وتخدير مؤقت ليك. واعتقد بصراحة ان في جيل كامل بقى عايش خايف، مش كسلان بس، ومرهق دايما، مرهق من المقارنة ومن التفكير ومن المستقبل ومن الخوف ومن الضغط ومن الاحساس انه متأخر. واوقات اصعب تعب هو التعب اللي محدش شايفه. تخيل كده معايا انك كل يوم بتدخل سباق وانت اصلا ما نمتش كويس، فطبيعي هتقع. بس احنا ما بنديش نفسنا فرصة نفهم كل الكلام ده، على طول دايما جلد ذات لنفسك، وانا فاشل وانا بضيع وقت وانا مالي، مع ان يمكن انك محتاج فعلا راحة لنفسك، مش شتيمة جديدة لنفسك. والغريب هنا ان الشخص المرهق نفسيا غالبا بيبقى حاسس بالذنب ده طول الوقت، حتى وهو بيرتاح، كأنه لازم ينتج باستمرار علشان يستحق نفسه. ودي من الحاجات اللي اتعلمناها غلط فعلا، ان قيمة الانسان في انتاجه بس. لو اشتغلت كتير بتبقى ناجح، ولو تعبت بيبقى قوي، ولو وقفت ساعتها بتبقى اسمك كسول. بس الحقيقة هنا ان انت مش آلة، ومن الطبيعي جدا انك تتعب. عارف الاحساس لما تبقى عندك طاقة وانك تفكر طول الوقت لكن مش عندك طاقة انك تبدأ اصلا؟ ده لوحده اصلا استنزاف لنفسك، عقلك شغال اوفر تايم وجسمك خلاص وقف. مش كل شخص واقف يبقى مش عايز يتحرك. خليني اقول لك حاجة مهمة جدا: اوقات الكسل بيبقى خوف متنكر، خوف من الفشل، خوف من البداية، خوف انك تحاول وما تنجحش، وانك تتعب في الاخر وما توصلش. فعقلك ساعتها بيختار انك ما تبدأش اصلا، وده بيبان كسل، لكن الحقيقة ان ده قلق مش كسل خالص. وانا شايف ان دي من اصعب الدوامات، انك تبقى عايز تعمل حاجة ومش قادر، فتكره نفسك، فتتعب اكتر، فتقف اكتر، وفجأة تلاقي نفسك بقيت شخص ما تعرفوش، مش علشان انت اتغيرت لكن عشان انت اكسايتد بقالك كتير. يمكن المشكلة مش انك كسول، ويمكن انت محتاج بس انك تبقى تاخد نفس اهدى وضغط اقل ونوم حقيقي ومساحة ترتاح فيها، وحد يفهمك بدل ما يحكم عليك. اوقات كل الانسان بيحتاجه ان حد يقول له بس ان انت مش وحش، وانه مش لازم يفضل يجري طول الوقت علشان يبقى كفايه. ويمكن في حاجات كتير قوي اتعلمناها غلط، ومنها ان كل شخص واقف بيبقى كسول، مع ان الحقيقه ان في ناس كتير جدا مش واقفه علشان مش عايزه تمشي، هي بس عشان تعبت اكتر من اللازم. واحنا هنا في انتيكا هنفضل نحكي عن الحاجات اللي جوانا، مش علشان نبقى مثاليين، بس عشان نفهم نفسنا شويه اكتر. يلا اشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.